ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل الناس اللي بيلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن اسلام صوفي فيديو جديد النهارده ان شاء الله. هنتكلم عن اختبارات ناديين من اكبر الانديه في الدوري الممتاز. هنتكلم عن اختبارات نادي البنك الاهلي، وهنتكلم عن اختبارات نادي الداخليه، هنتكلم عن المواعيد والمواليد المطلوبه وكل ما يخص اختبارات الناديين دول ومن الانديه اللي ناس كتير بتسال عليها، وان شاء الله تقدر ان انت تستفاد من فيديو النهارده. بس قبل ما تبتدي الفيديو، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مش عارف تنزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك في القناه. لو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نسوي لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو. يلا بينا. النهارده هنتكلم عن اختبارات ناديين من الانديه الكبيره جدا، وهو نادي الداخليه ونادي البنك الاهلي. هنبدا كلامنا باختبارات نادي الداخليه وبعد كده هنخش على نادي البنك الاهلي. طبعا نادي الداخليه من الانديه اللي ليها اسم كبير ومن الانديه الكبيره اللي بتصعد الدوري الممتاز وتنزل ممتاز بيه وتصعد تاني، فمن الانديه المهمه جدا وموقعها في القاهره، فناس كتير بتسال على اختبارات نادي الداخليه وتابع لوزاره الداخليه. فنادي مهم واختبارات مهمه تقدر ان انت تستفاد منها كويس وتقدر ان انت ربنا يكرمك من خلالها. نادي الداخليه عامل اختبارات لمواليد من 2003 لحد 2013، من 2003 لحد 2013. سعر الاستماره هيبقى 50 جنيه، سعر الاستماره 50 جنيه. الاختبارات ان شاء الله هتبقى متقسمه للناشئين والبراعم. بالنسبه للناشئين هتبقى الساعه 8 صباحا يوم السبت والثلاث 17 6 و20 6، يوم السبت والثلاث 17 6 و20 6، اللي هو من مواليد 2009 لحد 2003. من مواليد 2009 لحد 2003 سبت وثلاث 17 6 و20 6 بس. اما بالنسبه للبراعم من مواليد 2010 لحد 2013 اختبروا الساعه 4 العصر، هيبقى ايام حد واربع يوم 18 6 و21 6 من 2013 لحد 2010. نادي محترم، نادي اختباراته كويسه، نادي بياخد دايما لعيبه، فمن الانديه المهمه جدا ان انت تروحها ومن الانديه اللي هتستفاد منها تروحها. سعر الاستثمار قلنا 50 جنيه. طب الملعب فين؟ هيبقى في جسر السويس، فرع نادي الداخليه في جسر السويس، فرع نادي الداخليه في جسر السويس. ده بالنسبه لاختبارات نادي الداخليه. هنتكلم دلوقتي عن اختبارات نادي البنك الاهلي. طبعا نادي البنك الاهلي من الامكانيات الضخمه جدا في الدوري الممتاز، ومن الانديه اللي عندها استقرار كده وعندها احترافيه في التعامل. دايما تلاقي النادي كده نادي متميز، لبسه كويس، امكانياته كويسه، بيتمرن في ملاعب كويسه، بياخد اماكن كويسه. من الانديه اللي ليها قطاع ناشئين قوي، من الانديه اللي فعلا اتمنى ان انت تروحها. بس خد بالك لان السنه اللي فاتت كان معظم النادي استثماري والباقي قطاع عادي، فمن الانديه ان انت لو ما نجحتش فيها يقول لك تعالى تأيد بمقابل مادي، ومقابل مادي ضخم جدا. فانت خد بالك كويس قوي، لو انت مش جاهز 100% بلاش تروح، مش جاهز 100% بلاش تروح عشان هيطلب منك فلوس. هو نادي معظمه استثماري بس في مجموعه اللي هي متميزه ما بياخدش منها اي مقابل مادي. فانت لو متميز هتلاقي نفسك ما بيطلبش منك مقابل مادي، لو انت مش بنفس الكفاءه هتلاقي بيطلبوا منك فلوس ومقابل مادي كبير. فانت لازم تكون مستعد كويس قبل ما تروح. الاختبارات ان شاء الله تبقى من مواليد 2003 لحد 2010 فقط، من مواليد 2003 لحد 2010 فقط، من يوم 17 6 لحد يوم 22 6. من يوم 17 6 لحد يوم 22 6 تبقى على ملعب المحروسه بالعباسيه، ملعب المحروسه بالعباسيه. خد بالك كويس قوي من نقطه الاستثمار في الانديه، انا بقول لكم بوضح لكم عشان تبقى رايح وعارف وعامل حسابك. وانا بحب جدا اللي بيبعت يفرحني ان هو نجح في نادي او نجح في اختبارات، دي حاجه بتفرحني جدا وبتحس ان مجهودي ما راحش على الارض. يا رب يا رب اشوف عدد كبير جدا من اللي بيتفرجوا عليا واللي متابعيني في نادي من الانديه من خلال معلومه بس انا قلتها. بكده خلصنا فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت او اعمل لي فولو على انستجرام وكلمني ان شاء الله ارد عليك على طول. استنوني في فيديو جديد من قناه يوميات لعب كره القدم. اشوفكم على خير والسلام عليكم.